والنهاردة بقى عاملين شوية كبسة بالرز المصري بدون بهارات ولا تعقيدات، بدون بهارات كتير يعني ولا تعقيدات. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها، شايفين لونها تتاكل أكل. وعاملينها كمان باللحم الضاني. لأ يا جماعة الموضوع كبير جدا. يلا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله. يعني هنبدأ أول حاجة معانا حلة، طبعا يكون حجمها مناسب للحمة اللي احنا هنحطها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحلة ديت اكبر حلة في الطقم بتاعي، فاحنا هنبدأ نحط كمية اللحمة اللي معانا. اللحمة اللي معايا مليانة دهون كده وجميلة، وهتنزل كل الدهون دي في الرز كده، وهتاكل الرز حرفيا هتحس ان هو قطع لحمة. يعني مش هتحس بطعم الرز ابدا، هتحس ان هو كله قطع لحمة. هنبدأ نشوحها، نديها تشويحة كده علشان خاطر نقفل المسام بتاعتها، عشان قطعة اللحمة تتني من جوه جوسي كده وطرية. زي ما انتوا شايفين عبال ما اتشوحت كانت نسبة الدهون اللي فيها دي نزلت شوية كده، فعشان كده تحس ان اللحمة خست شوية، بس هي طعمها تحفة وجميلة جدا. كده يا ما حطناش اي حاجة ايا كانت كده، يا دوب بس حطينا اللحمة بدون مادة دهنية بدون اي حاجة، حطيناها خدت تشويحة سريعة كده. يلا نشوف هنعمل ايه. بدأنا بإضافة بصلاية وحجمها وسط. طبعا لو عايزة تحط بصلاية كبيرة مفيش اي مشكلة، دي بصلاية حجمها وسط كده زي ما انتوا شايفين. حطيناها وبدأنا بعد كده في البهارات. دي معلقة كمون، دي معلقة كده من بهارات الكبسة اللي انا جايباها من عند العطار جاهزة كده. طبعا تقدري تحطي اي بهارات انت عايزاها. دي معلقة كده من هرسة الشطة الحراقة جدا. معايا كده معلقة كبيرة جدا من الصلصة، يعني بمثابة معلقتين صغيرين. بس دي معلقة كبيرة كده، اللي احنا الكبشة الكبيرة اللي احنا بنقلب بيها دي. وقلبنا بقى اللحمة مع البهارات والبصل بقى، خلي ريحتها تطلع. طبعا في الوقت ده لك الاختيار تماما في اختيار نوع البهارات. بهارات الكبسة بتزودي على البهارات اللي انا حطيتها دي عود قرفة او لومي، وبتحطي كمان ورق لوري، كركم. بس هي لونها هيطلع فظيع بدون كركم وبدون اي حاجة خالص. طبعا انا ما ضفتش البهارات دي لان بحب اعمل الاكل بدون بهارات كتير، عشان طبعا ما يتعبناش وكده، لان في بعض من الناس اللي في البيت عندهم حساسية بسبب البهارات. بس انا بدأت احط البهارات المناسبة، وبحط كميات قليلة جدا منها. انت بقى حط البهارات اللي تعجبك واللي انت عايزاه. ممكن كمان تحط قرن شطة أو قرن فلفل كده للتزيين أو للطعم، أو هو بيبقى حلو جدا وقيمته غذائية كويسة كمان فبنحطه. لو مش موجود أو مش متوفر أو مش عايزة تحطيه مفيش مشكلة. طبعا اللحمة دايبة، بس أنا مش متحكمة في طريقة مش متحكمة ان انا اوريها لكم لان اللحمة سخنة جدا وانا بصور بايدي، فايده لوحدها مش عارفة توريكم قد ايه اللحمة دايبة وقد ايه اللحمة جميلة. وهي شايفين اهو بدأت اتحكم اهو فاتقطعت بكل سهولة. فمعلش بقى ان انا عمالة بصور بايد والايد التانية بتوريلكم اللحمة يا جماعة حلوة جدا ومظبوطة جدا كده. اللحمة استوت وبقت مية مية. هنبدأ بقى نحط اللحمة تاني مكانها كده، القطعة اللي احنا كنا بنشوفها دي، ونبدأ بقى كده نشوف احنا هنضيف ايه بعد كده. كده بدأنا نضيف الرز. ده رز مصري، كوبايتين من الرز المصري مغسولين وبس مش منقوعين ولا حاجة. طبعا لو في رز بسمتي هيكون بيرفكت جدا، بس في ناس كتير سألتني ينفع نعملها بالرز المصري. طبعا ينفع، بس طبعا الرز البسمتي لا يعلى عليه، لكن الرز المصري برضو مش هيقول لا. بدأنا بقى نظبط الملح علشان خاطر الملح اللي حطيناه في البداية ما كانش كافي. وهنحط الرز ونسيبه دقيقتين بس ياخد من البهاريز اللي بتاعة اللحمة، وبعد كده هنزود المية ونقوم. مجرد ما يغلي هنهدي عليه خالص. كده زودنا المية اهو، بقت كده بيرفكت جدا. هنديله تقليبة ونهدي عليه ونسيبه يستوي على نار هادية جدا. وبعد ما يستوي بقى مجرد ما استوى خلاص والرز استوت معانا، هي كده كده اللحمة اوريدي كانت مستوية. اول ما الرز استوى
حطيناه في طبق التقديم بقى، وبسم الله ما شاء الله على لونه وعلى ريحته وعلى طعمه. اللحمة دي خلّت طعمه حلو جدًا، لإن دي لحمة ضاني زي ما قُلت لكم.